طبعا العشق للسينما يكتمل من تدخل سينما. اول مره بحياتي دخلت سينما كانت بسوريا بسنه تقريبا 2005. شفت فيلم اسمه فول الصين العظيم، الفيلم الكوميدي الشهير طبعا بطوله محمد هنيدي واخراج شريف عرفه واللي كتبه احمد عبد الله. تعلقي زاد كلش بالسينما وتحديدا بمحمد هنيدي اللي قمت اشوف نجمي المفضل وكلش قمت احب افلامه، وبوقتها كان السيدي كلش دارج فاروح اجيب سيديات كل افلامه اشوفها، وكان يصير تزوير مثل مسرحيات قديمه السيد زيان لمحمد نجم يخلون محمد هنيدي في مسرحيه الفلانيه اظل اشوف ساعتين المسرحيه وهنيدي ما يطلع هو كان يمثل دور صغير بعد النجوميه هاي اللي صارت قاموا يخلون المسرحيه باسمه. بس هذا الشيء علمني شلون ابدي اعرف منو المخرج منو الكاتب منو المنتج، وبديت كلش ادور بهاي التفاصيل مع بدايه حبي للسينما هذا. ضيفتنا اليوم من برنامج زوم هي النجمه المتالقه آلاء نجم، اسم على مسمى. نرحب بيك ويانا وانا سعيد بوجودك اليوم ويانا ببرنامج زوم. شكرا لكم، شكرا لهذه الضيافه وسعيده اكثر بوجودي وياكم. اليوم موضوع الحلقه يحكي عن اول مره الشخص اللي يحب الفن او ما يحب الفن يدخل سينما. تتذكرين اول مره تدخلين سينما وتحضرين بها فيلم؟ ايش وقت كانت؟ شنو كان الفيلم؟ انا يعني كآلاء دخلت فيلم. إيه. اوكي، اول فيلم دخلت له واول سينما اخذتني بنت خالتي، رحنا الفيلم اسمه الاميره والنهر. السينما ما اتذكر بيها وين، وصلنا متاخرين، دلونا باللايت وقعدت شفت فيلم الاميره والنهر. فيلم رسوم متحركه مو رسوم الاميره والنهر؟ متحركه ايه. زين، إلى فرق بحبك للفن دخول السينما؟ لا، كان موضوع عادي عندي، يعني ما كان الفن بعد مختمر كفكره وكمستقبل. شو وقت بديتي تحبين كنت صغيره، بديت من دخلت معهد فنون جميله. اي يعني قبل لا تدخلين ما كان لك؟ لا ما لي علاقه بالفن. لا عاد ليش اختاريتي معهد الفنون؟ امي اختارتها مو اني. كانت هي يعني حابه تدخلين؟ هي ما حابه اصلا. هي كانت تريدني ادخل معهد فنون جميله حتى اطلع معلمه. أي. لانه عندنا سابقات بالعائله انه دخلوا معهد فنون جميله وصار مستقبلهم بالتعليم معلم فني. معلم بالضبط. وعندها يعني كلش مهمه انه اقعد بالبيت 3 اشهر العطله. وبعدين ارجع للدوام، والدوام هو 4 ساعات او 5. فتقول لي هذه وظيفه كلش مناسبه لك. لكن من دخلت الفن لا، اكو يعني اشياء حسيت بيها انه اني محظوظه انه امي اختارت لي هذا المكان، وشفت انه اكو اشياء تلامسني بيه فكملت مشواري بيه. وشلون صار لي اول مره انه تدخلين كاحتراف بعالم الفن؟ من خلال معهد فنون جميله؟ لا، بعده. بالبدايه الفنون الجميله المعهد كان يعني دا اتعلم كنت بعدني. صعود المسرح مو سهل. جبتي اختصاصك مسرح؟ مسرح. اي مسرح من عمري 15 سنه لحد هسه. تتذكرين الروايات اللي كنتوا تسووها كانت شنو؟ روايات عالميه لو شنو؟ اي كانت مكبث، الذباب لسارتر مثلت به الالهه جوبيتير. انطاني فرصه يعني اساتذتي بالمعهد. الف تحيه للاستاذ الكبير باسم العزاوي والاستاذ عزيز علي والاستاذ عبد الخالق الله يرحمه. انا تلمذت على ايدي اساتذه كبار واكفاء بهذا الموضوع. فكانوا ينطون فرص للتعلم، مو ينطون فرص للشهره او غيرها. اي زين، الاحتراف ايش وقت بدا؟ اول مره الاحتراف بديت بفيلم كارنتينا. يا سنه كان؟ سينمائيا كان 2008. بالمسرح احترافيا بديت في قلب الحدث مع المخرج مهند هادي. والدراما؟ الدراما اول مسلسل إلي هو سنوات تحت الرماد مع المخرج الكبير فارس طوم التميمي. حلو. يعني محظوظه. بدايه دائما بدايتي كانت محظوظه، يعني بديت ويا ناس اكفاء. خلينا هسه نروح الفقره شويه مختلفه وبعدين نرجع نسولف بالفن. تمام. قبل ما نروح الفاصل راح اعرفك انه احنا عندنا فقره اسمها باك تو سكول، وفقره العاب ناخذ بها ذكريات. كل صندوق حتشوفين به ذكرى راح نعلق عليها ان شاء الله. بس نروح فاصل ونرجع لكم ونشوف شنو موجود بالصناديق. نكمل وياكم حلقتنا بعد ما كنا بفاصل مع نجمتنا آلاء نجم وفقره باك تو سكول. تعرفنا على الصناديق. اريد تفتحين اول صندوق، هذا صغير بعد البدايه. اوكي، سافتح اي صندوق اني اريده؟ اول صندوق. اول صندوق. اوكي.
اي الله خير من الله. اي بس ما يمشون يعني مع الاسف. ولا يتحولن ولا كل شيء. لا لا انت ما تلازمين بيهن يعني. مزورات. شنو ذكرياتك عن يا عملة تتذكرين كنت تاخذيها كيومية او فشي والله اتذكر الخمس دنانير كانت مو هذا اللون، كان احمر. بس هذا وردي. من الغسل انا دا اقول دا يتغير لونه. لونها. هذا داخل غسالة. اي الألف دينار، واني اساسا ملحقه على القطع المعدنيه. المعدنيه؟ اي كانت اكو نص دينار واكو دينار. زين هذا ايش كان يجيب ما تتذكرين؟ هذا الخمس دنانير كانت تشتري 5 دنانير اعتقد كانت بيها تاكسيات 2 روح رجعه دينار بدينار. يعني مبلغ كان معناه. اي وكان تقدر انه تاكل بيها. يعني ايش قد يعادل؟ 3 دنانير 3 دنانير بيها روح المطعم تاكل وترجع. اعتقد هيك يعني. زين ايش قد يعادل حاليا مثلا؟ 25,000 مثلا؟ يمكن مثلا؟ اي اعتقد هيك. انت قربتها اكثر مني. اتوقع يعني. الدنانير اتذكرها وال50 دينار اتذكرها كنا نروح بها للمدرسه، بس انا كنت احب القطع المعدنيه. هاي ما ملحقين عليها هواي، بس هي صارت حديثا على فكره ولغت هم رجعوا انه تصير معدنيات اعتقد سوا 50. كانت ذيك كلش حلوه. اكو وحده معينيه واكو وحده سداسيه اعتقد اللي هو الدرهم او النص دينار او الربع دينار ما اتذكره، بس اتذكر كل زين النص دينار المعدني كان مربع الشكل تقريبا. ويلعب بها او معيني. اي وثقله تحس بيه انت شايل تحس ثروه. قيمه. من السافرين وبعدهم يستخدمون العمل وتدبين الحديد هيك تحسي. اي حلو. انا هسه نوبات من يعني يكون عندي هاي السنتات احتفظ بيها. هسه عندي كيس هيك. هي حلوه. اي محتفظه بيها حتى خرخوشتها حلوه. اي حلو. شلون اذكرك بالمسلسلات التاريخيه القديمه من شايلين العمله ويخرخش فيها. لك ما مدري شنو. لك 100 درهم اشتري هذا العبد. لا كان لهم قيمه. اي وحلوات. حلوه ذكرى حلوه. نعوف هذا الصندوق. عوفه وفلوسكم ارجع لكم اياها. يا لو تمشي خذيها بس ما تمشي. هذا اول صندوق. نفتح الثاني ان شاء الله خير يا ربي. طباشير كلش احب ريحته. وكلش احب ملمسه. شنو عندك ذكرى ويا الطباشير؟ كنت اني اجيب الطباشير للمدرسه. صدق؟ اي كان دائما نخلص، فاللي يعني اللي تجيب طباشير وياها تكون يعني عود يعني كلش شاطره. الشاطره متميزه وممكن يدارونا بالدرجه لانه جبنا طباشير. وريحته كلش طيبه. هواي ناس لحد هسه تحب الطباشير. اي نبات كنت هم اتذوقه. تتذوقيه؟ اي صدق؟ اي وعادي؟ عادي ما يصير مثل الطيخاوه. وكنت اخذ كل الالوان. كان اكو ازرق انهم زينه جايبي. كانت كل الالوان موجوده وكان ينباع بكثره يعني. بس كنت دائما عندي طباشير وش قد ما يخلص يصير هيك ربع شويه احتفظ به. زين تتذكرين فد موقف صار لك ويا الطباشير مثلا قمتي على السبوره تكتبين او لك عندك ذكرى؟ ما اعرف اني كنت ماخذه كلش احب حكمه اليوم. كانت عندنا حكمه اليوم لازم نكتبها على السبوره. يعني اي طالب نوبات القدوه او المراقب. فاني كنت مسؤوله عن حكمه اليوم. فلازقه مال من غشنا فليس منا كنت حافظته. والصف كله يغش مو؟ ما حد ماخذ بالحكمه. كان الغش قليل حقيقه. ما حد ماخذ بالحكمه بايامي. فكنت لازقه بهذه الحكمه. ونوبات قبل يوم اتهيأ الحكمه غدا يعني. فاجي لازم اني اكتبها واخذ خط حلو واقعد ازغرفها يعني مو هاي الالوان. مثلا اكتب الكتابه بالوردي واسوي جواها خطوط بالازرق وهيك زغرفها. وبسم الله الرحمن الرحيم بنص السبوره ومنك التاريخ واليوم يعني كانت اكو معلومات. هاي معلومات كلها على السبوره. هاي قبل الدرس كانت حكمه اليوم؟ قبل الدرس. ما ملحق على مال حكمه اليوم. لا حكمه اليوم كانت على السبوره لازم نكتبها. اتذكر كان عندنا درس اخلاقيه بيه هيك نوع من الحكم والهاي. لا هي حكمه اليوم تبقى ثابته نهايه تبقى على السبوره؟ تبقى على السبوره. اي معلمه تجي تمسح بس الماده اذا عندنا عربي او انجليزي. وهذا بس التاريخ واليوم وحكمه اليوم وهاي كلها باقيه. لا انا اتذكر بس التاريخ والهاي يبقون بس يمسحون السبوره كلها يا دوب يلحقون يكتبون. يا دوب يلحقون. كان هسه ماكو وقت. قبل كان اكو وقت يمكن هوايه ما ادري. هسه اختصروا. زين اول يوم بالمدرسه تتذكريه؟ اول يوم رحتي للمدرسه؟ لا ما اتذكرها. ما تتذكرين؟ صف اول ابتدائي لا ما اتذكر. ابد؟ ابد. زين تذكرين كنت تاخذين وياك لفات للمدرسه؟ مو اني اخاف احكي هوايه عن ذكرياتي بالمدرسه. ليش؟ انا اعتبر جيل اقدم من القديم. راح يعتبروا لا. اوكي ماشي مشوا لنا اياها يعني.
أني أتذكر بالابتدائية أني لاحقت على أنه كانت المدرسة تعطينا نص صمونة بها حليب مكثف. أي. وينطونا اما يوم ينطونا تفاحه او يوم ينطونا نص تفاحه. حلو. اي فهذه كانت كلش كافيه بالنسبه لي. زين هاي كل المدارس كانت؟ ما اعرف. غالبا بس مدرستكم. العلم اني كنت في يعني ابتدائيتي في محافظه النجف. فهذه كانت في محافظه النجف. محافظه النجف؟ نعم. شو اسمها تتذكرين المدرسه؟ لا ما اتذكر شنو اسمها. اي بس اتذكر هاي التفاصيل. اي وكانت بيتنا كلش قريب على المدرسة، واكو بين المدرسة وبيتنا العرباين يبيعون بيها شعرية بيضة، وام العربانة تذب عليها فد شي ملون، ما اتذكر شنو هو. حلاوة هاي يعني شنو كان؟ ما اعرف، هي شعرية بيضة اعتقد حلاوة. مو حلاوة، يذبون عليها فد شي حلو وتبدي لاخوها الطلاب يذوبون. انا ما كنت احبها، كنت احب الحليب المكثف والصامونة والتفاحة. تاكلين المدرسة بس هذا الشيء سيء انه المدرسة بصف البيت، انا صارت بي باحد المدارس كانت بصف بيتنا، واحد ما يقدر سيء. ما تقدر نقول له ليش ماكو دوام. طلعوا وطلعوا. انا كنت احب الدوام من اني صغيره، احب الدوام. اي مع انه شويه يعانون بقعدتي الصبح، يعني كانت تعاني امي، لكن كنت اقوم واتحضر واتهيئ كل شيء اهيئه قبل يوم. اي شطوره. من زمان. نكمل ويا ذكرى ثانيه للمدرسه. اوكي يعني خذني الواحد بالطباشير، ايدي كلها صارت طباشير، مو مشكله. لو عندنا صبوره الذكرى حلوه والله. نجيب صبوره. كان كتبت لكم حكمه اليوم. باربي هاي المحفظه، وهذه مال الجغرافيا. تتذكرين المحفظه شنو كان عندك كنتي تاخذين اقلام وياك؟ اي مثل هاي كانت عندنا حديد. نفس هاي؟ اي ما كانت عندنا هاي بالسوق هوايه هاي الباربيات. اي هاي بعدين اي هاي تذكرني ببنتي. اه اي بنتي من راحت للمدرسه كنت اشتري لها هواي من هذني السوالف، وكانت تضوج. ليش؟ تقول شيء واحد يكفي. انه هواي اقلام وهواي. اي يعني تقول لي محفظه واحده انا اختارها وتكون ساده، لازم ما بها هاي اللعابات. شخصيتها مستقله. تقول لي كلش كافيه، لا تظلين تجيبين هاي هواي سوالف، وانا كل ما اطلع للسوق يعني هيك. هي حلوه هاي، لحد هسه واحد من طب مكتبه يشوف الشغلات. اي تجذبني هاي الاشياء، بس هي حرمتني من عندها، يعني حرمتني من انه هوايه اشتري. جيبي العاد. لا ظليت هوايه اشتري. الله يحفظك. لكن هاي الله يحفظك. لكن هذه كنا نستخدمها بدرس الرياضيات والجغرافيا. اي بالضبط. وكنا هواي ننقل على هذه لحد ما من ليش هاي المحفظه مشهوره بالنقل؟ ما هي بهاي الخرائط والهذه. على مود الجغرافيا. اعتقد هاي تنمنع بالامتحان بالجغرافيا. تنمنع بالامتحان. وبعدين نزلوا من عندها اعتقد وحده ساده ما بيها هاي الخرائط. ما شايف انا دائما شايف هاي. بعدين وهاي كنا نستعملها بالرياضيات باكثر شيء بالهندسه. بالهندسه هاي ما تسوين دائره الزوايا. ادري ما بستخدمها. كلش ما احب درس الرياضيات. هواي ناس طبعا عندها عقده درس الرياضيات، ما اعرف. هو انا كيفت من رحت معهد فنون لانه شوي خلصت من درس الرياضيات. احب التاريخ، احب اللغه العربيه، كنت احب الاحياء، احب الكيمياء، هيك هذه ميولي. انت ما كملتي اكاديميه فنون بس معهد بعد معهد واكاديميه فنون. كملتها ولحد ما وصلت الماجستير، وهسه مقبل الدكتوراه. الف مبروك. شكرا جزيلا. شكرا لك. هسه نروح نحاول نبتعد عن المدرسه. نبتعد عن المدرسه. هسه حلينا من المدرسه. لازم ناخذ حلاوه. حيه ودرج. شنو الالعاب اللي تتذكريها اللي كنتوا تلعبوها بالبيت او بالمدرسه حتى بالشارع ممكن؟ كانت عندي العاب محدده، اني ما هوايه يعني لعبت كنت العب ريشه بالساحه مالتنا. كانت عندنا ساحه. هاي بالمدرسه؟ مجمع سكني. بالمتوسطه. يعني هاي بالشارع نلعب الريشه، والعب بايسكل مسابقات كنا. حلو. والعب شطرنج. عندنا شطرنج ممكن نلعب. يلا ممكن. اوكي غلبك. بس حلو يعني انه رياضات جميله ومهمه لطفله بالمتوسطه. شطرنج وريشه، هذه الريشه، والبايسكل. البايسكل كان شنو؟ هي عادي يعني انه لا كنا احنا بنات بالحي، يعني عندنا بايسكلات، فكل خميس او جمعه نسوي مسابقه او مثلا توصلون مكان معين؟ نوصل مكان معين، او نص الطريق يفلت الزنجيل. او تركض ورانا الكلاب. يعني ودائما يركض الكلب ويا فلتة الزنجيل. هو يفلت الزنجيل يركض الكلب. الزنجيل يخاف من
فهاي الرياضه اللي كنت العبها وانا كنت صغيره. لحد ما وصلت لحد الثالث متوسط ابويا منع انه بعد اصعد بايسكل. اي اجتماعيا ما قبل انه اني كبرت وابقى اصعد بايسكل، بس بقينا على الشطرنج والريشه. ما كان مانع، بس البايسكل كان يعني كنت ابكي عليه. زين وين كنت تلعبين شطرنج بوقتها؟ يعني بالبيت؟ لا برا. برا؟ كل ملاعبي برا. انا عاجبني اروح للشارع مالتكم اصلا هذا. احنا بالشقق سكنيه، فعندنا كل 4 عمارات اكو ساحه بالنص هي خاصه بينا بس باهل العمارات يلعبون بها. واحنا ناس وجوارين تعرف ناس تعرف ناس، واحد يعرف الاخ، فماكو احد غريب يجينا. فنقعد كنا على الرصيف او عندنا مصطبات وبها حديقه، نقعد على المصطبه ونلعب ولد وبنات كنا نلعب. حلو. زين والحياه ودرجه ما كنت تلعبين؟ لا ما احبها هالقد هذه. مع ان هي اسهل لعبه ممكن اي واحد يلعبها. هي اللي انسى ما احبها. ويلي على الصعبه. اي ما كلش يعني مو هالقد كنت ويا الحياه والدرجه. فايتك اكو حياه قبل النهايه تنزلك اخير شيء. اي لعبتها اني فاكرهها واكره هاي الحيه اللي بهذا بال 95. اي وصلت 95 انت تنزل. لازم تنزل، لازم لا يعني تنزل، وهن حيتين فوق فلازم وحده من عندهن ودائما ياكلني الحياه. ممكن الشطرنج ما يعتمد على الحظ مثل باقي الالعاب، هنا الحظ اكثر. الشطرنج يمك انت. اي. انت اللي تحرك وانت اللي تقتل وانت اللي تسوي وانت اللي تحرك اول جندي. يعجبك تحرك الجنود، يعجبك تحرك الوزير والملك. اي فهاي يمك انت تبقى حساباتك. انا شغل الملك اقول له روح اقتلها. خطيه ينقتل ويرجع. لا كنت قويه يعني بالشطرنج يعني وما زلت. لحد الآن تلعبين شطرنج؟ يعني اذا صادف لعبه العبها، يعني اذا اكو موجودين احد يعرف يلعب شطرنج. اي. بس يعني من كيفي راح افتح هذا يلا هذا ثقيل. هذا بهوايه امور. فيديو كاسيت. اي الفيديو كاسيت هاي شو اسمه عرسي سجلنا على هذا. رديت احوله سيدي وما حولته. هسه ما حولته؟ اي. شنو ذكرياتك ويا الفيديو كلش كان عندنا هذا الجهاز الفيديو اي ونخلي الفي اتش اس، وكانوا بس مو احنا نجيب الافلام، كان تتاجر يعني اعتقد. اي ابويا كان يجيبها، نوبات اخويا الكبير كان يجيبها، وكانوا متاثرين بالسينما الهنديه احيانا المصريه. اي فكل هاي الفي اتش اس كان هندي ببيتنا. اميتاب كله. اي هاي الركض والهذه بس ما كان يعني والفيلم تعجبني هاي الافلام. اي كنت احب افلام التلفزيون اللي كانت تعرض. اي كانت تعرض افلام من بعد ال 11 او 12 فيلم اجنبي. اي فيلم السهره. فيلم السهره هو هذا اللي انه. وافلام العربي هم كنتي ما تحبيها؟ لا احب الافلام العربيه، هي كانت مفروضه علينا يعني. التلفزيون ما بيه غير شيء. فكنت اشوفها لكن مو كلش معاها. ماكو فيلم بالفيديو كنت تحبيه تتشغليه دائما؟ لا تتذكرين؟ لا. لا هو ماكو فيلم كنت اشغله واحبه. كله اميتاب، كولكشن اميتاب. اي فما كنت يعني تستهويني اكو ناس لحد هسه تشوفيها بافلام يعني اجنبيه لحد هسه يستخدمون الفيديو كاسيت، تشوفين انه محتفظين بافلام. صحيح. حلو. عندهم نوادي الفيديو. اي الظروف تتذكرين رساله جايتك انه تدزين رسائل؟ اي كنت ادز رسائل نفس الظرف هذا. كنت استلمها من عندنا بداله بحي الاعلام. اي تتذكرين اول رساله جتك؟ لا. اول رساله دزيتيها؟ اول رساله دزيتها اي اتذكرها. المهم كانت كنا اول شيء احنا نكتب بيناتنا البنات بالمدرسه رسائل واحده للثانيه. هاي من كنتوا بالابتدائيه؟ من كنت بالابتدائيه. وبعدين من كبرت اول رساله دزيتها لاهلي كنت رحت الماليزيا فتره. عشت هناك سنتين تقريبا او سنه ونص. فكنت ادز هواي رسائل لامي الله يرحمها والاهلي، ادز لهم يعني هاي الرسائل. زين محتفظه بيهن؟ اي محتفظه. وكانوا هم يدزوا لي فمحتفظه بيهن لحد الان. ذكرى طبعا كل شيء. اي موجودات. وتعطينا يعني نسخ من هالرسائل. زين والتليفون الارضي؟ التليفون الارضي هذا كان حبيبي. شنو ذكرياتك؟ كنا نحبه كنا. اي التليفون الارضي خل اسولف لك سالفه. ابويا كان يخلي التليفون يم راسه. اي فحتى لا نخابر احنا او نتصل ونعاكس احد او شيء، هو كان هذا ابو الفر ينقفل اعتقد. ينقفل، يجيب له قفل صغير.
بس اكو فيكه ينفتح اعتقد بالصفر. ما كنا نعرف هاي الفيكه، هاي بعدين طلعت الفيكات والهاي وما عرفنا هذيك الفتره، فكلش كنا نضوج. خلص تنظيف ما يفيد، اريد نخابر. خلص طبخ ما يفيد، كل شيء ما يفيد. فاختي كان اجتنا فكره انه نجيب واير ثاني، نحك هذا الواير الاصلي مال هذه، وعندنا تليفون ثاني ذاك اللي كان يتعلق ابو الدقم. اي اتذكره. اي فهذا سوينا له واير وخليناه جوا هذه وخليناه بغرفتنا. هذا السبير صار. سبير قلنا نخابر بس يقدر يسمعكم من ذاك التليفون. يقدر يسمعكم. هو يروح للدوام. هو يقفله ويروح للدوام. يعني مو موجود. عاليه فينا. واستمريتوا بهذا التليفون؟ احنا استمرينا بهذا التليفون لحد ما لقفنا يلا شالوا كل شيء بعدين وخلوا الموضوع طبيعي. شلون لقفتوا زين؟ دن خابر يعني. وابويا قعد، ابويا كان ما يقعد بالليل يعني نادرا ما يقعد بالليل صدفة. بس الحظ خدمه هو بذيك الفتره فقعد بالليل، فشاف اكو مثل احنا من حسن ابويا قاعد صارت هوسه بالغرفه يعني. فكنا وين يعني احسن من يعني الذكاء بذاك الوقت احسن من نسوي نفسنا نايمين، ختلنا جوا الكراويتات من طب شاف ماكو احد يعني صار اكبر مشكله، صار المشكله اكبر. فظل يدور علينا احنا جوا الكراويتات فافتهم يعني. ترزلنا ونمنا برزاله زينه وشال التليفونات. يعني ما اكتشف من الفاتوره، ما كانت تجي فاتوره مثلا انه عاليه اكو واحد يحكي هواي؟ لا ما كانت، كان كل الجوارين يخابرون من عندنا. وما تجي فاتوره عاليه؟ اي احنا كنا اول ناس اشترينا تليفون بالحي مالتنا. فاكو كان مدير المرور العامه او هيك شيء اتذكر هو مشتري تليفون، هو الدوله انطته تليفون خط فباع القديم امي اشترته. اي فصار عندنا تليفون. فكل كانت الجوارين يجون يخابرون من عندنا العصريه الليل. بس كان خوش بزنس لو مستغليه. مكالمه بدينار. هي مستغليه، واحده تجيب لها معون دولمه، واحده تجيب لامي كبه، فهذه ماشيه بالاكل. هاي دولمه بس 5 دقائق. اي لازم تجيب وحده شيء وياها حتى تخابر. يعني بدون ماكو مخابره بدون. لا ما ذكرت المشهد مال طلعت زكريا من يلعبهم. اي هي هاي. اي هذا التليفون هذا بيكاشف، بعدين طلعت فيكة الكاشف. بعدين الكاشف اجى بي كان شيء انه كاشف. اي الكاشف كان كلش مزعج. بعد ما عاد يقدر يسوي هذا النصب. ونوبات كنت اضوج بالليل ادق اي رقم واقعد كلش فيكة حلوه يعني. اي يطلع انه الرقم غلط وما ادري شنو اسده، ما بيها كل فائده، ما بيها اي متعه، بس كنا لازم نسويها ما ادري ليش. مو كان اكو هوايه وسائل للتسليه بالضبط. اي وفراغ وقت فراغ هوايه. الكاسيت كلش واعيه عليه يعني. كانت اختي تحب هي تجيب الكاسيتات، مع اني كنت ما اجيب. وهي عندها ذوق بالاغاني، فكانت تجيب لنا يعني اخر اصدارات عبد الله الرويشد، اخر اصدارات عبد الكريم عبد القادر. امي كانت كلش تحب عبد الله الرويشد وتحب سعد الحلي بنفس الوقت. اي كلش تحبهم. ابويا لا يحب ام كلثوم، عبد الوهاب، فتيجي تربينا على هيك اصوات بالبيت لحد الان. اختلاف بالنوع الميوزك. لان انت كنت تحبين لو اللي يجيبوه تسمعين اياهم؟ اني هو الاغاني بالليل كنت ما احبها يعني. هاي اغنيه السهره مثلا لاي مطربه عربيه كبيره كان الكل ينتظرها، كنت ما احبها لان هذا ابويا يقول عليه وقت النوم لازم احنا نروح ننام هم يسمعون. اي يعني فد السلطه ما ادري شلونها يعني. واحنا نظل نسمع هيك اصوات بعيده بس لازم غصبا علينا ننام باكر عندنا دوام. فكنت ما احب. بعدين بالعطله في يوم من الايام دا نطب بالمطبخ، فالراديو فات يعني خليته على الراديو ما كانت بيه اوبشنات هوايه طبعا. هم يمكن اذاعه واحده. فطلعت اغنيه لام كلثوم انساك ذا كلام انساك يا سلام. قعدت اسمعها على كيفي واني هذه. من ذيك اللحظه كلش عشقت ام كلثوم ولحد الان. اي عشقتها يعني. هذا صار شو تحبين بعد اغاني لها ما تتذكرين؟ كل اغانيها احبها. اي انساك ذا كلام. شو اسمها بعد هواي هسه ما يحضرني سيرة الحب. اي يعني هوايه. كل اي اغنيه لام كلثوم اني اسمعها واطرب عليها يعني. وبعد ذلك يجي الغناء الخليجي وتتجدد يعني. تلاحظون على اليوتيوب مشاهدات اغانيها 20 مليون 40 مليون. كلش هوايه. هي عالم خاص. اي عبد الحليم حافظ كنت اسمعه.
كنت كلش احب اغنيه هذه قارئة الفنجان؟ لا، احب اللي على البلاج. حاجه غريبه كانت؟ لا، خلينا نفرح على البلاج احنا سويه. لا، مال قاضي وبقيت اضيانا يا قاضي تتاجل الصيف ويا سمير صبري؟ وياه هوايه اعتقد يا سمير صبري. ومرفت امين. على البلاج، على البلاج كانت. على هو فيلم كامل. غناها المرفت امين اعتقد فوق الشجره. كلش كلش احب هاي الاغنيه. كانت هيك فد اغنيه مرحه وكلها الوان وكلها هيك تشجيرات وفواكه بها. كانت غريبه حتى على السينما المصريه وقتها، انه هيك شكل للاستعراض. الشكل بالضبط، الشكل كلش كان يعجبني، والاغنيه كانت كلش احبها من تطلع. فهاي قصه الكاسيتات. وكان يعلس نسميه. واحد اللي يطلعه همين البكره كامله يظل نطلعه بالقلم هيك نسوي له ويرجع. بعدين شنو ينكسر من النص هذا الشريط الجوا، نجيب صبغه ظافر نخلي شيء على شيء وصبغه ظافر ونخليه ونظل نهفي عليه، نهفي لحد ما ونرجع نسويه في شريط متوحش حيموتني مال احمد حلمي من طلعه وما يخلص. فكان حلو يعني، كان مسلينا الكاسيت. طبعا هاي كلها تم اختصارها بالتليفون. اللي بيه الفيديو بيه الكاسيت وبيه بس انا احب هاي الاشياء القديمه يعني. بيها ذكريات. شلون هسه اللي نحكي بيها هي يجي منها قصص. حتى الاغاني بالمناسبه، بس انا مرات اجي اسمع اغنيه لها ذكرى او قصه بحياتي. هي قصه، هي اساسا كانت قصه يعني. الاغنيه القديمه خصوصا هي بيها قصه اساسا اللي راح تذكرك بفتره معينه وتذكرك بالضبط. وحتى هسه من شفت الكاسيت انا تذكرت شلون خلينا الكاسيت ذكرتي حياتي. كان اكو مسجل القيثاره احمر يصير. هو هذا كنا نخليه. وبعدين يوم جابت منظومه القيثاره ما ادري شنو. تسجلين شيء بصوتك مثلا تخليه مسجل وتسجلين؟ كنا نسجل، كنا انا وصديقاتي نسجل. وتلقي مو صوتك؟ لا مو نفس الصوت. خصوصا لا يعلس. منو هذا؟ ونوقف ونرجع كنا على المقطع اللي يعجبنا ونمشيه اذا المقطع ما يعجبنا. يعني كان اشياء اختياريه بايدينا. بالضبط. بالضبط. ذكرى حلوه. ذكرى حلوه. طبعا كلش حلوه. كل ذكرى لها قصص، هي القصص اللي تكون حلوه. بالضبط. اخر صندوق هو مو ذكرى قد ما ترشيح. صار عندي يعني هو فضول انه اشوفه. رواية شنو الرسوم المتحركة اللي كنت تشوفيها؟ تتذكرين؟ كرتون كنت اتذكر كنت احب اوسكار وايلد. ما اتذكر. لا هو اوسكار مو اوسكار وايلد. ما اعرف لو اوسكار لا اوسكار وايلد، واحد من عندهم. ما اتذكره. اللي هو البنية اللي تصير فارسة. ليدي اوسكار. انا كلش اسفة انت ذكرتني. كنت اتابع جريندايزر، وكنت اتابع سالي، وكنت اتابع اعتقد ساندي بيل. ساندي بيل مو سالي. سالي لا. ساندي بيل هي هذا اللي اقصدها. زينة وبشار هاي كنا الشعب العراقي كله تابعها. فكنت اتابع هاي حتى عدنان ولينا اعتقد حتى كان الدوبلاج. وهاي النملة ام البابيولا، السيارة البامبو اسمها السيارة بومبو. هاي كنت اتابعها. بربر شاطر كنت اموت عليه. كان لها ساعات. تذكرين شنو كان الوقت؟ ساعات معينه ساعات. انا اقول لك من نقعد العصريه من النوم تقريبا بالخمسة او بالستة يبدي الافلام كارتون. ساعه اعتقد معينه. ساعه لا اقل من ساعه كان افلام. كان اكو حريه انه الطفل يقدر يشوف 40 ساعه. بالضبط. لا كان عندنا وكان اكو سينما الاطفال تطلع يوم الخميس ساعه بالأربعة او بالخمسة العصر. فيلم رسوم متحركه. فيلم رسوم متحركه. كانت قد ما اعتقد المذيعه خيريه حبيب. ايش اعتقد يعني شيء اتذكر. انا اتذكر انه يقطعون الكرتون بنص. فكان سينما الاطفال كنا ننتظرها. وتسوي لقاءات ويا الاطفال اللي قاعدين بالسينما. كان برنامج حلو. ما ادري ما اتذكر هذا البرنامج، بس اتذكر انه من كنا هاي الساعه مال الكرتون ممكن يقطعوها عليك، فكانت مشكله. ساعه ساعه ويقسموها علينا. يقطعوك خطاب ما اعرف. هاي بعدين ما اتذكر شنو كان بالتلفزيون وراها. ورا الافلام كرتون شنو كان يطلع لنا؟ قبلها قرآن، بعدين افلام كرتون، ممكن بعدين تبدي البرامج. بعدين تبدي البرامج ومسلسل. كان عندنا ساعه واحده باليوم نشوف مسلسل. اعتقد هالبرامج مال طلبات مال المستمعين، ايش تطلب اغنيه وهيك غالبا. هاي يمكن على تلفزيون الشباب، مو كان على التلفزيون القناه العراقيه. فهي هاي جريندايزر كنت كل شيء احبه وتابعته كل اعاده يعني اشوفه. هو اعتقد المفضل لكل هذا الجيل يعني. والاجيال متعاقبه حتى الان يعني.
واحب شخصيه هيكارو. اي وعندي الثاني شو اسمه الصديقه كوجي، همينه احبه شويه مرح. هو كوجي كان نفسه بمازنجر، اكو كرتون اسمه مازنجر، أي. وعنده هوايه اعمال يعني. كان اكو شو اسمه هذا الحديدي، رجل الحديد. رجل حديدي أي. مال كمال، وهي شو اسمها ما اتذكر، بس اتذكر كمال. اي الاتحاد قوه. اي اي الرجل الحديدي. أي كان خليط بين رسوم وبين تمثيل الديناصورات اي والشرير. بالضبط اي. بس حتى كان يعني بيها شغلات لطيفه هي هاي الرسوم، حتى من هسه من تجين تشوفيها اي تحس يعني مختلفه عن الموجود حاليا. هسه هوسه ويا دوب تربط الحدوته. قبل الحدوته واضحه مبينه فتتابعها. أنا كنت أشوف ويا بنتي، يعني بنتي من كانت طفلة أيضا نشوفان وياها يعني نقعد. جامبل كلش نحبه، سبونج بوب. فسبونج بوب أنا حبيته من وراء. هي ممكن هي هاي الأعمار أصغر، يعني إذا تجين لسبونج بوب أو جامبل هي الأعمار ممكن نقول. لا والله شو تشوف السيناريو مال سبونج بوب يعني للكبار. ممكن بيضحك كضحك يعني كعمل كوميدي. كضحك وحتى نبات تاخذ من عنده اشياء يعني. جامبل ايضا همينه بجمل بهاي مال الكبار يعني. ما صنعت كوميديا الصغار بضحك عالي بكوميديا بعالم. بنتي من شافت السبونج بوب فد يوم قاعدين قالت لي انت تعرفين شنو هذا سبونج بوب ليش مسوي؟ اكو نظريه على سبونج بوب وسووه. فقلت لها لا ما اعرف كل شيء. ايش قد عيب؟ اي لا انا ما عنديش المعلومات دي. يعني تبحث وتتابع. فقالت لي كل شخصيه، ما اعرف بعد هذه المقوله صحيحه، هي تنشر بس ما نعرف حقيقتها يعني. حقيقتها شنو؟ انه كل شخصيه في سبونج بوب هي مرحله من مراحل تعاطي المخدرات او الماريجوانا. من واحد يوصل مرحله الغباء، مثلا عندك بسيط. من واحد يوصل مرحله النوم، مثلا عندك هذا الثاني شو اسمه ابو الخشم الكبير، وفيق مدري توفيق، ما اعرف. اي هاي سبونج بوب. اي فاعتقد يعني صبار هي قاريه هيك شيء. اكو هواي نظريات طلعت عن نظريات الرسوم المتحركه. حتى اعمال ديزني مثل بيتر بان وهاي شنو هاي دول شنو الاطفال وخاطفهم، بس ما نعرف صحتها. نعرف صار حتى اكو تصحيح للشر. بالضبط. قبل اكو شخصيه تعرفين بانه هي شريره. هاي شريره خلاص بعد خليناها سيبناها شريره. جتي هسه بروايات يسوونها انمي مو حتى تصير هي الطيبه يعني. يصير اكو بالضبط يصير عندنا خليط يعني. يصير اكو خلط بين الشر. وما عرفت انه هذه النظريه صحيحه او مو صحيحه، ما بعد ما عرفت. المهم اخذنا المعلومات من عندها. بس حلو انه يتابعون ويعرفون. اي حلو هذا. هو هاي التليفون اللي عندهم يعني عالم كامل من المعرفه والمعلومات. يقدرون بوقت قليل انه ياخذون كل المعلومات اللي يريدوها بالضبط، او يوصلون الى جزء من الحقيقه بها. تمام. اي رؤيه دوستويفسكي للعالم. اكو روايه حابه ترشحيها او كتاب ترشحيه للجمهور انه يقراه يكون ترشيحك؟ والله اني كلش حبيت بالفتره الاخيره. قريت مو فتره اخيره، لا قبل سنتين او ثلاثه بس. حبيت الكتاب روايه اليف شفق اللي هي قواعد العشق الأربعون. كلش حبيتها، كلش اندمجت وياها، وبيها عوالم مختلفة. وكل عالم يصير ممكن يصير قصة أو يصير رواية أو يصير مسرحية أو يصير مسلسل. فأنصح أنه بقراءة قواعد العشق الأربعون. اتمنى يقراوها الجمهور. ان شاء الله اكيد هم قراءة شيء مهم اكيد مهما كانت. طبعا بكل المجالات. ناخذ فاصل ونروح لاخر فقره يعني. تمام. فاصل ونرجع لكم مع آلاء نجم. ونرجع من الفاصل ونستكمل حديثنا الممتع. هسه وصلنا للفقرة الفنية اللي راح نتكلم بها عن آخر أعمالك. شنو آخر عمل قدمتيه؟ أعتقد ما كان عمل برمضان هالسنة. كان عمل تسجيل خروج ومامات وطن وعمل جوري. في رمضان جوري؟ في رمضان. تسجيل خروج طبعا قبل رمضان وانعرض لي أول مرة في رمضان. قبل رمضان على المنصة انعرض، بعد رمضان برمضان يعني انعرض على الشرقية. شنو ردود الافعال اللي جتك من تسجيل خروج؟ انه دور مختلف، حتى العمل شكله مختلف عن الدراما العراقيه. الشكل مختلف، الادوار مختلف، كل الادوار كانت مختلفه يعني، مو بس دور عمه قبيله. يعني كلش احب اذكر انه
ما أحب يعني أذكر بس الناس اللي ممكن قدمت لي المديح أو الثناء أو الإعجاب، لكن اللي معايا أيضا من يذكروهم أنا كلش أكون فخورة، وأنه أنا أكون يعني بالمكان الصح، أنه أنا كنت بالمكان الصح. فردود الأفعال كانت ممتازة جدا. الشخصية غريبة شوية عن آلاء. المسلسل كله أنه لكن أنا حبيت أشوفه مثل ما قلنا وحكينا ك6 حلقات كانت مشبعة بالأحداث، مشبعة بالتمثيل، مشبعة بالاسترسال. أنا من شفت المسلسل شفته 6 حلقات كلها كامل، وهنا كانت المتعة، يعني الفكرة بالقفلة مع الحلقات، إنه القفلة تحمس المشاهد على إنه يكمل الحلقة اللي بعدها. أكو استرسال بالمشاعر، فمن صارت أكو مونتاج للحلقات راحت الفكرة هاي. اي شوية تأذى المسلسل بهذا الموضوع، لكن هو ك6 حلقات حتى لو يشوفوا المشاهدين على المنصة، على منصة تايم يرجعون يشوفوه، راح يشوفون من خيرة الأعمال اللي قدمت في رمضان. من أفضل الأعمال العراقية بالضبط. يعني. كشكل الصورة، التمثيل، الفكرة. يعني نقدر نقول مشبع. مسلسل فعلا مشبع ويشبع عينك كمتلقي. أنا كمتلقية قاعدة جدا أفصل عن أنه أنا كوني فنانة أو متلقية، كلش سهل عندي. فكمتلقية أنا عيني شبعت واشتاقت بنفس الوقت. زين، ايش تتذكرين يا مشهد تتذكريه كلش كان بصعوبة واجهتي به تمثيله، يعني يا مشهد معلم وياك اكثر شيء؟ هواية بتسجيل خروج، اللي هو مشهد الضربة من خليل، مشهد قتل زينة، مشهد يعني مشهد قتل زينة احتاريت شنو اسوي؟ يحيرك. ومشهد المطبخ ويا الفنان خليل خليل فاضل، كان ايضا من المشاهد الصعبه، انه من يضرب علي طلق وكذا. والحلو بالشخصيه انه كانت ما ندري هل هي فعلا تريد تساعد خليل او انه هي لا همينة متورطه. اي لانه هي تكسر وتجبر. ايش قد كانت يعني بقى تتعامل اللحظه الاخيره انه هي وياهم. ايش قد تتعامل بانسانيه مع خليل وانسانيه مع كل الناس. بس من جدتي حبيبه خليل الفنانه هند نزار، طببتها هي بهذا وصاحت ذني كتلنها، لها قلب يعني، وصعدتها بالبيك اب وودتها، يعني شويه قاسيه، حسيت عندها نوع من القساوه، لكن هي انه وحتى موقف ارتباكي، يعني انه هي تدري الهدف منه ليش اجهنا وشنو اللي راح يصير. شنو اللي راح يصير. الفكره شلون تلعب على انه تخلي المشاهد دائما بشك. بالضبط. انه ويانا علينا شد التشويق يصير. هو هذا الهدف. المتعه. اكو سمعنا انه اكو جزء ثاني من المسلسل ان شاء الله. ان شاء الله. اكيد هو طبعا اكو ما انتهى العمل. ما انتهى، لا، لان هو النهايه كانت يعني ما كانت اكو نهايه. ما كانت اكو نهايه، فاكيد اكو جزء ثاني ان شاء الله. طبعا اتمنى انه يصير ويتنفذ. اتمنى طبعا نشوف جزء ثاني كلش منتظره ان شاء الله. وشنو الاعمال اللي جتش بعد ردة فعل عليها برمضان؟ كانت سواء جوري او حقيقة جوري ما اجى ردود افعال عليها. انظلم من شاف. انظلم او هو كان هيك، هو ما اخذ استحقاقه، او هي القصه كانت مرغبه لها المشاهدين، ما اعرف يعني. الردود على مامات وطن ايضا كانت كثيره، وحبيتها خصوصا الحلقه مال البدله كانت اكثر ردود الافعال عليها. حلقه حلوه كانت مع فكره البدله. فكره البدله. جوري لا، ما اجاني اي رد فعل عنه اصلا، من ذكر. هو هنا المشكله، انا شفت البوسترات بعدين ما شفت اي حكي او كلام او حديث. وحقيقه سلبي او ايجابي. انظلم اقولها بكل صراحه، انه لو نجيب ممثلين يعرفون ماذا يفعلون، يعرفون شنو. أنا عندي التمثيل هو هواية، الفن كله هواية مو وظيفة. ما أقبل يعني أساساً أنه أسمي الفن وظيفة. وهاي ترشيحات هواي نتناقى. هواي تغير الكاست أعتقد بجوري. هو غلط بالقناة أعتقد أنه رشحت البعض اللي هو ما يعني البطولة كانت لبنية ما كانت تعرف شنو معنى التمثيل او شنو انه الانسان يكون. فهي هاي ممكن تصير طبعا وصارت بالضبط، خصوصا بوضع التجريب. احنا بدنا نقول حاليا الدراما عاد تجرب هواي انه توصل لشكل معين. حاليا ما عندنا شكل
او هويه معينه. اعتقد الدراما الان هي تخطيط اكثر مما هي تجريب. طبعا ايه. كل شيء بالتخطيط الصحيح يمشي عدل. لا بس انا اقصد كشكل، يعني ما تقدرين تقولين انه هذا شكل الدراما العراقيه، هذا خط أي. الحدث احنا ما واصلين الشكل، نشوف محاولات الوصول لشكل يشبه انه شنو درامتنا احنا. اي يعني الدراما التركيه لها شكلها الواضح. أي. اللي اكو هوايه اعمال لها عراقيه بيئتها، لها بيئتها بالضبط. الدراما المصريه لها شكلها، احنا لحد هسه ما واصلين للشكل لانه ما اعرف احنا هوايه نقلد. فاعتقد يحاولون بالضبط، يعني هوايه نقلد ما نجيب افكار مالتنا. بالضبط، يعني وايد يصير عندنا كانه مسلسل تركي، انا اذا اريد اشوف اروح اشوف مسلسل تركي، ليش بدي اشوف مسلسل عراقي شبيه بالمسلسل التركي؟ وهو يعني شوف انا لان اختصاصي تمثيل، فدا اشوف الان انه هي التمثيل صار نوبات اقعد الوم نفسي اقول ليش انا هالقد درست، ليش هالقد. فعلا ايه. يعني بعد صارت مهنه من لا مهنه له. اللي ما عنده مهنه واللي هذه كل ظنه انه التمثيل مهنه، تمثيل موهبه وليس مهنه. يعني طبعاً. اتمنى الكل يفهم هذا الموضوع. انت موهبتك غناء، ظل بموهبتك، لا تروح التمثيل يعني. الا اذا كنت انت المخرجين كلها اتفقت انه انت ممثل ما صار منك. وعلى فكره على مدار التاريخ حتى عبد الحليم اللي ذكرناه كان كممثل ضعيف. كان اللي يشيل الفيلم هو الاغاني والاستعراضات، والاخرين اللي وياه ما كانوا يجيبون وياه، كانوا يجيبون وياه ممثلين عباقره. لان اغلب المطربين اللي غنوا حتلاقيهم ان هم ادائهم التمثيلي ضعيف. ممكن تامر حسني اللي نجح بكاركتر معين ماشي ويا الناس بالافلام، بس كقوه تمثيل وتنوع درامي مو موجوده عند المطربين. ما هو هسه حتى دول المطربين اللي بدنا نحكي عنهم دول واقفين قدام كاميرا، ممكن نسوي فيديو كليب نمثل به، لكنه انت تجيني وحده تعرض ازياء راسا تصير ممثله، مو معقول. مو معقول. يعني العتب على المخرج والمنتج في بهذه التفصيله، لان هسه الكل يريد يمثل. هسه انا اذا اشوف الكل يريد يمثل، الدكتور والمهندس والبنا مع كل احترامي للجميع، لكن انا اذا اشوف الكل يريد يمثل ما اعرف ليش. يعني هسه هذا الهوس، انتشار السوشيال ميديا، ما اعرف ليش هذا الهوس. اعتقد الهوس جاي من انه احنا لازم نكون عندنا شهره، فالتمثيل انه يكون اقرب طريق للشهره، فهذا الشيء كلش غلط. هذا والعتب على المنتج والمخرج اللي يختار ناس ما اعرف هم شنو اسمهم، بلوجريه او ناس تعرض عارضات ازياء او ناس ما لها ما عندها اي شيء، يجيبها يخليها في مكان خطر جدا. مو اعتقد الهدف هنا تسويقي بحت، نشوف هناك شخص عنده متابعين هواي ونشر هي هاي المشكله، كذبه المتابعين. مشكله يعني. نوبات الناس يسموني او الاصدقاء معقده، والله يعني معقده، انت ما تهتمين، انت كذا، لا انت مو يا عصر السرعه، سلحفات بطيئه، الناس وين وصلت وانت وين وصلتي. من المقطع مع سعيد صالح يقول يا عقد يا عقد يا ناي لكن هي المفروض هالشكل يعني. هذا لا يصح الا الصحيح. انا اليوم الاعلام هو يجيني، انا كفنانه الاعلام يجيني، ما اني اروح للاعلاميين ادز صوري واخباري واقول لهم يلا تعالوا نشروا، والله عيب. التمثيل له قدسيته. انا من بدايه البرنامج قلت لك انا تربيت على يد اساتذه، بمعنى الاستاذ الكفؤ المهني النزيه. انا تربيت هيجي، ما اقدر احيد الان. صار عند الجنب من صار التحول قلت بشكل اي، فما اقدر هسه اني انحرف او اتحول الى شيء ثاني. بس الموضوع ما يتطلب كالسوشيال ميديا وكانتشار اعلامي. ما تحسين انه اكو هواي فنانين كانوا يرفضون بالبدايه اي تعامل مع السوشيال ميديا بفيديوهات بشكلها الحديث، بس شافوا انه التطور التكنولوجي يحتاج مثلا انه تسوين بثوث مثلا، او حتى النشاط الالكتروني كالصور انت رافضه هاي النقطه؟ ما انا ماني واهس بها. ما اقدر انطي وقت كلش هوايه للسوشيال ميديا. السوشيال ميديا يريد وقت. انا بنيه عندي التزامات عائليه، عندي اقعد احكي ويا بنتي هوايه، احكي ويا صديقاتي، اشوف وظيفتي اللي عايشه من عندها، اروح على اشياء ممكن انه تفيدني، اقرا، اشوف افلام كثيره. هذا الوقت مالتي الي اني يعني اقضي على السوشيال ميديا، انشر صور وفيديوهات. هذا شغل الاعلام فعلا. هذا شغل الاعلام. هي صارت كلها اعلاميه هنا هم يعني. هو الاعلام ايضا نفس خط التمثيل يعني. هسه اي واحد سوى له فيديو قال انا اعلامي، ولا نافي الاعلاميين والاعلاميات الان اسوه يعني. انه الوضع خطير وخطر. انا كلش اعتبر، انا كلش اخاف من هالاشياء، واعتبره ملفوف. شلون الاحبال الملفوفه، ما تعرف سلسله ملفوفه
ما تعرف منين تفكها ومنين هذا تحلها. العالم كله السوشيال ميديا خلت اي شخص ممكن انه بلحظه يكون مشهور من فيديو حتى ما بمعنى، فهنا اللي سوت اكو خلل بين التمثيل وبين الاعلام وبين السوشيال ميديا. صار خطأ. اعتقد هذا ما يدوم الموضوع ان شاء الله ما يدوم، يعني انا اتمنى ما يدوم لانه شلون ظهور الكليبات بالبدايه من ظهر الستلايت لاول مره طلعوا فد 900 مطرب اللي استمر هو بس الزين. هو اكيد ان شاء الله يستمر بس الزين، وكل دول الناس اللي جايه من غير علم وغير معرفه واصلا دا يبثون اشياء جدا معيبه يعني مقرفه على السوشيال ميديا، لا اني اتقبلها ولا اتقبل انه الناس تشوفها حقيقه. اتمنى يعني يكون اكو تغير بشكل المحتوى. والله اني اتمنى اكو رقابه. اتمنى ايضا اكيد. اتمنى ترجع الرقابه على الدراما، ترجع الرقابه على المسرح، ترجع الرقابه على الاعلام، ترجع الرقيب الان كلش محتاجين بالعكس كلش محتاجين الان الى رقيب. يصير اكو محتوى رقيب نزيه طبعا مو رقيب يجيبوا لي لا، ورقيب لا يقيد الحريات بل يقنن الموضوع بالضبط، يشوف الاشياء هاي اللي ما تفيدنا وهاي الاشياء التعبانه اللي دا نشوفها هسه. ما اريد اجيب مثل حتى لا يقاضوني بعدين ممكن، لكن اتمنى هاي الاشياء تروح الان لانه دا تولد اجيال فعلا هنا خطورتها. الاجيال مالتنا يعني دا يكبر هذا الجيل، دا يجي جيل شويه همنا متاثر بهذا الانحطاط اللي صاير على السوشيال ميديا. اذا بالنهايه حاب اشكرك جدا واستمتعنا جدا بالحوار بالذكريات وبالفن وحتى بالشكل اللي دا نشوفه كرأي بالاعلام وبالتمثيل. انا اللي اشكركم. كلمه اخيره شكرا لهذه الاستضافه وشكرا لهاي نفس الذكريات عندنا او عندي. صار هواي ما حاكي يعني عن ذكرياتي والبوكسات الحلوه اللي رجعتنا هسه يطلع عمري 70 80 سنه على السوشيال ميديا حرام عليكم. فاني اشكركم جدا. انا اللي اشكرك ونورتينا وكانت فعلا حلقه ممتعه. شكرا لكم، شكرا للجميع، شكرا لكل الكادر. شكرا لك. نروح فاصل ونكمل وياكم اخر فقره. بفقرة الترشيح اليوم راح نستعرض أو راح نرشح لكم أنمي، وهو أنمي هنتر اكس هنتر، احتفاء بعودة صدور مانجا هنتر المتوقفة حوالي صار لها 8 سنوات. المانجا الشهيرة هاي اللي صدرت سنة 1998 واللي كتبها الكاتب يوشوهيرو توغاشي، تعد واحدة من أفضل القصص المصورة وأكثرها مبيعاً، وحتى أكو مانجات شهيرة جداً تأثرت بها مثل مانجا ناروتو، واللي صرح الكاتب أنه هو تأثر فعلاً بهذا الأنمي. قصة أنمي هنتر اللي راح نرشحها اليوم، راح نرشح طبعاً النسخة الثانية المقتبسة من المانجا اللي صدرت سنة 2011، اللي تحكي لنا عن جون فريكس، الطفل اللي يحلم يكون صياد وبنفس الوقت يفكر أو يبدي يدور عن والده الصياد الشهير بعالم من المغامرات والصراعات والتحديات. راح نشوف قصص جميلة جدا وتحديات وحتى كوميديا ودراما قوية جدا بصورة كلش حلوة، وشخصيات راح تتعلق بها هواية، فراح تستمتعون جدا بهذا الأنمي. أتمنى تشوفوه وتتابعوه وتستمتعون به وتلحقون على تكملة الأنمي من راح يستكملوه بالسنوات القادمة. وبالختام أتمنى تكون الحلقة عجبتكم والترشيحات والحوار كله كان ممتع. بزوم وإلى اللقاء.